ليه سعر عملية زراعة الشعر بيختلف؟ معاكم دكتور محمد الهلالي. سؤال شهير جدا بيسأله كل الناس قبل قرار زراعة الشعر. أنا بسمع رينج أسعار واسع جدا يا دكتور، إزاي أعرف الفرق ما بين المراكز والأسعار المختلفة دي؟ أول نقطة في الإجابة على السؤال ده هو إنك تعرف في الأصل إن اللي هيشتغل العملية هو طبيب متخصص في الأمراض الجلدية أو جراحة التجميل، مش تتفاجئ إن العملية بيعملها فنيين غير متخصصين في المجال الطبي إطلاقا، وده بنسميه بلاك ماركت أو السوق السوداء للمجال الطبي، وده مش لازم نسيب الناس فريسة ليه. تاني نقطة إنك تشوف نتائج كبيرة وكتيرة فيها معايير عالية جدا من الجودة، في إنك تقدر تحصل على شكل طبيعي لرسمة خط الجبهة والكثافة من غير ما تتأثر المنطقة المانحة. ثالث نقطة إنك تطمن لتجهيز المكان والأدوات المناسبة لنجاح العملية. رابع نقطة ودي مهمة جدا، إن أنت في وقت الكشف هتشوف تقييم الطبيب لحالتك وإزاي هو عايز يوصلك لنتيجة طبيعية بناء على خطة مدروسة، مش إنه يقول لك كلام عشوائي أو اسطمبة مش مناسبة لحالتك أو شكل وشك، لأن في النهاية مش كل الحالات زي بعض. كل العوامل دي بتتجمع علشان تكون جودة، والجودة ليها ثمن مكتسب مع العمر، الخبرة والتدريب والتطوير المستمر. كل ده وأكتر هتلاقيه في DHC. علشان كده اختيارك ما ينفعش يبقى مبني على السعر مش الجودة والكفاءة. DHC اختيارك الأول لزراعة الشعر، مركز عالمي على أرض مصرية.